وبشكركم احبائي. معانا الفقره الثالثه والاخيره وهي مع دكتور جمال سلامه رئيس قسم العلوم السياسيه بجامعه قناه السويس. ناخد فاصل ومكملين حلقتنا ان شاء الله. اتفضل. اهلا بيكم احبائي، واخر فقراتنا ومعانا المحلل السياسي الكبير الاستاذ ورئيس قسم العلوم السياسيه بجامعه السويس الدكتور جمال سلامه. مرحبا يا دكتور. اهلا بيك. مرحبا دكتور. يعني هنحط بين ايديك كمحلل سياسي معروف كل الاحداث اللي احنا بنمر بيها في الفتره الاخيره. نعم. المشهد الحالي في مصر كلها، مشاهد العنف، المبادرات الاخيره. هل المبادرات تستطيع ان هي تنقذ مصر مما هي مقدمه عليه؟ هل حتى نزول الناس النهارده كان في تغيير في طريقه النزول بعد المبادرات الاخيره ولا لا؟ طبعا هو مشهد معقد او غايه في التعقيد، يحتاج الى عمليه فك اشتباك. وطبعا انا بستعير مصطلح فك الاشتباك من السياسي المخضرم السيد اسماعيل فهمي وزير الخارجيه، هو كان صاحب طبعا اول مصطلح فك الاشتباك، حتى حينما استخدمه رئيس السادات يعني استغرب من هذا المصطلح، يعني قال له صلح وله هدنه لكن فك اشتباك. نحن بالفعل في حاجه الى عمليه فك اشتباك في المشهد السياسي للفض او للفصل بين ما هو سياسي سواء كان مشروع او غير مشروع، مقبول او غير مقبول، وبين ما هو فوضوي او تخريبي، او بين ما هو يعني يرمى لنا او يقذف لنا من خارج هذا الوطن. بالطبع هناك خيوط كثيره ملتبسه تجيء المبادرات. هذه المبادرات هي طبعا جهود معظمها او كلها هي جهود محموده لمحاوله فك الاشتباك. البعض بما فيهم رئيس الدوله يتحدث عن مؤامرات خارجيه، لكن هذه المؤامرات الخارجيه ايضا تحتاج الى تعامل او نحتاج الى لكي نكشف عن طبيعة هذه الأمور. لكن أن تتهم كل من ينزل إلى الميادين بأنهم بالفعل ينساقوا إلى مؤامرات خارجية، طبعا هذا يحتاج إلى دلائل، وهذا كلام يحتاج إلى أمور يعني أكثر من الأحاديث التلفزيونية، وفي نفس الوقت يحتاج إلى معالجات سياسية. المبادرات التي حدثت قبل المبادرات يا دكتور، يمكن المقصود باللي فات العنف، يعني مش النزول بس لكن النزول بالعنف. ما هو هقول لحضرتك حاجة، ما هو العنف في بعض الأحيان هو عرض لداء، يعني حينما يعني ممكن أن نتحدث عن نبذ العنف، ويعني حينما مبادرة الشيخ الأزهر المحمودة التي تحدث بها بالأمس ودعا لها، وطبعا يعني من أتى هو تقدير لمكانة الأزهر بشكل عام. الكل يكون سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو قوى سياسية كلها بالفعل يعني تدرك، حتى البعض الذي كان يستهين بدور الأزهر بالفعل أدرك بالفعل أن المصلحة العامة هو أن تكون هناك جهة معينة يجتمع. لا أقول أنها مرجعية دينية، مرجعية وطنية يجتمع حولها الناس كلها، بدليل وجود كنائس ولا سيما أننا بالفعل جميع يعني كل الكلام بيؤخذ منه ويرد، وكل الكلام بيتم الاتفاق أو اختلاف حوله. أظن أن الأزهر بات بالفعل يعني عليه استثمار الدور، وبالفعل وعلى الجميع أن يعظم من دور الأزهر ومن مكانة الأزهر، وبالتالي ما شاهدناه بالأمس بغض النظر عن مضمون هذه المبادرة التي هي بتأخذ جانب أحادي فقط من الصورة، وهو جانب العنف، وهو عرض وليس الداء الأساسي. هي لم تتطرق إلى الداء، هي يعني على الأقل هي أعطت يعني أشبه يعني حطت مرهم، لكنها لم تنكأ الجرح أو لم تتعامل مع الورم بشكل عام. طيب حضرتك اتكلمت على العنف كأنه عرض زي ما اتفقنا على ده. هل شايف من ناحيتين ان الحكومة او الرئاسة يعني التجأت الى الحوار علشان تسمع الناس عايزة ايه؟ لان العنف مش عايز اقول وجعها ولكن وجعنا كلنا. نعم. كمان بقى جبهة الانقاذ التي كانت رافضة لمبدأ الحوار من الاساس،
حينما ايضا العنف اظهرها مش وجعها هي بالضروره، ولكن اظهرها بمظهر، يعني حينما توافق على العنف فهي اذا لن تكون وطنيه. فهمني حضرتك؟ يعني الرئاسه اتوجعت من العنف، لكن جبهه الانقاذ ممكن تكون العنف اظهرها بمظهر مش بطال، يعني بطال يعني. تمام. هل هنا الحاجه الى الحوار بقت ملحه من الطرفين، وبالتالي الى التفعيل ده وتحقيق مكاسب؟ طبعا هو غاية أي هدف من ضمن الأهداف في نفس الوقت هو هدف سياسي، حتى لو إن استخدمت وسيلة غير وسيلة غير سياسية أو وسيلة، لكن في النهاية أنت عاوز توصل ليه؟ عاوز توصل لهدف أو عاوز توصل لإنجاز على أمر الواقع. إذا كان هذا الإنجاز يتحقق بالحوار فنعم بها. إذا يأست أو إذا انغلقت أبواب الحوار، طبعا أنا لست يعني أميل أو لست متحدثا باسم أي جهة أو جبهة أو يعني هم لديهم أناس ليدافعوا عن أنفسهم، هل يقبل أو غير يقبل، لكن بديهيا طبعا هم يعني لم يرفضوا الحوار، هم طلبوا ضمانات لجدية الحوار، يعني لم يرفضوا. يعني أنا أظن الجبهة ده خلاص ده في مبادرة يعني لم ترفض الحوار، هي طلبت يعني في كل مرة كانت بتطلب ضمانات لجدية هذا الحوار حتى لا يتحول الحوار إلى جلسات يعني زي ما حصل قبل كده تحول القضايا أو تميع القضايا. بالظبط يا دكتور، وده اللي أنا أقصده. هل يعني المرة دي هنكسب من الحوار، هنطلع بمكاسب احنا بقى كالشعب المصري؟ نعم. يعني اللي هو خارج السياق ده كله، هل هنطلع بمكاسب من هذا الحوار؟ ليه انا كنت بقول حته ان هنا توجع وهنا شكله ما بقاش حلو، حته ان احنا في النهايه نطلع بقى انا اسيب لك دي وانت تسيب لي دي، يعني يمشي الحال. ما هي مش هتنرفز اغضب، لا مش تورته يعني ما اغضبش واسيب لك الحوار واقول انت مش ناوي دي تعمل حاجه، ونفس القصه في الناحيه الثانيه انت برضو بتعجزني. فاهمني؟ يعني نطلع بحاجه. دعنا طبعا هناك أشياء جوهرية، يعني أي حوار سوف يتعامى عن هذه الأشياء فبالتالي سوف يكون أيضا هو قصف للأزمة إلى الأمام أو قصف بها إلى مراحل قد تفرخ أزمات أخرى. يعني عندنا أزمة أساسية أو عندنا موضوع جوهري هو موضوع الدستور. هل تقبلون، هل الجميع يقبل بالفعل تعديل هذا الدستور ووضع آليات معينة لهذا التعديل ووضع جدول زمني لهذا التعديل ووجود ضمانات للتعديلات؟ عندي معلومات يا دكتور بتقول ان حزب الحريه والعداله، واعتقد دكتور سعد الكتاتني قال انه حتى مكان جبهه الانقاذ في التعديل وقت التعديل يعني هيكون موجود وشاغر ليهم حتى لو ما جوش في التعديل لبعض المواد الدستوريه. يعني افلح ان صدق. نتمنى بالفعل ان يكون هناك يعني نيه حقيقيه ليس فقط يعني للخروج، يعني دعنا نخرج من هذه الحلقه المفرغه. يعني احنا لغايه دلوقتي قاعدين بنهدم، يعني احنا يعني كنا بنهدم مثلا رموز النظام السابق، بقينا نهدم نفسنا. يعني احنا في مرحلة الهدم الذاتي، يعني لم نتطرق ابدا الى البناء. هذه الاوضاع المزرية سواء على المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي والمستوى الخلقي، علينا ان نكسر هذه الحلقة البغيضة من التناحر. طبعا المسؤولية الأكبر على رئيس الدولة وعلى جماعة الإخوان المسلمين، هم من بيدهم السلطة وهم الكرة في يدهم. إن أرادوا للمجتمع أن يخرج من هذه الحالة البغيضة وسيخرجون معهم أيضا يعني يكتسبوا قوة وشعبية أكثر، يعني ده طبعا ده شيء جيد جدا وهيستفيد. أما إذا أرادوا يعني نحن أشبه بحديث السفينة. البعض يعني أنا دي بتاعتي وأنا عايز لا، هي الأمور لن تدار بهذه الأمور. يعني هناك فرق بين النظام وبين التنظيم. النظام يحتاج إلى توسيع قاعدة مؤيديه وتوسيع القاعدة الشعبية وتضييق الهوة مع المعارضين. أما التنظيم فطبعا هو شيء يعني يعتمد على التنشئة والتجنيد. طب ما تيجي نروح نشوف النظام عند الرئاسة عامل ازاي. عند قصر الاتحادية. برجع لحضرتك دكتور، وبرضه يعني بقينا كده في الصورة. يعني أنا أقصد أن هناك بالفعل يعني طالما في أي مرحلة من مراحل التغيير السياسي والاجتماعي يعني متوقع أن يكون مثل هذه، لكن أيضا هناك توقعات بأن يكون هناك أداء يتناسب، سواء أداء في الممارسة أو في السلوك أو في تعظيم مصالح الأمة عن المصالح الذاتية الضيقة. طبعا لا أريد يعني حدثني عن جماعات المعارضة وأنها بالفعل تبتغي كل هذه الأمور، لكنها ليس بيدها شيء. من بيده الشيء الآن هو الحكومة، وهي رئيس الدولة، وهي جماعة الإخوان المسلمين. فهي بالفعل عليها المسؤولية أكبر، حتى وإن كان هناك لوم على الجماعات الأخرى المعارضة، لكن اللوم بالطبع هو يقع على من بيده السلطة.
طيب دكتور، الحكومه بتقول ادونا وقت، احنا ما لحقناش نشم نفسنا، هديها وقت في ايه؟ والبعض الاخر بيقول لا شيلوا الحكومه وعايزين حكومه جديده رغم ان الوقت ضيق على مجلس الشعب. ايه راي حضرتك؟ انا لا اعنيني موضوع الحكومه ممكن تبقى، واخد بالك؟ الوزاره يعني الوزاره الوزاره ممكن تبقى. يعني يعني دي مش القضيه الاساسيه. لكن عندنا قضيتين اساسيتين هم دول فعلا اللي بيهدد مستقبل هذه الامه. موضوع الدستور وموضوع السلطه القضائيه. يعني ازمه النائب العام دي ازمه فرعيه، يعني بتيجي في ديل الازمه، يعني واخد يعني هي حتى وان كانت مطلب رئيسي، حتى وان كانت مطلب رئيسي، لكن السلطه القضائيه نفسها انت مش ملاحظ يعني؟ هل لا تستشعر الخطوره بما يجرى في ساحه المحاكم وبما يجرى خلف أو خارج ساحة المحاكم من اعتصامات ضد أي حكم قضائي وضد أي حكم، حتى لو شخص مرتكب جريمة جنائية ليس لها علاقة سواء بتظاهرة أو بيحكم عليه أهله أو أصحابه أو أهله وعشيرته بيجوا يهاجموا المحكمة. كل هذا ليه؟ لأن تم الافتئات منذ البداية. كان هناك بالفعل يعني افتئات على هذه السلطة منذ أن صمتت الدولة أو ساعدت الدولة أو لم تتحرك الدولة بأجهزتها لحماية هذه. فمن الطبيعي انك تشهد، وطبعا ما تلومش بقى على اهل بورسعيد انهم عملوا هذه. لكن ده مش ده بيهدد برضو كيان الدوله. طبعا يعني ما انا بقول ده انت بتستشعر خطير. لكن لا بتكلم التجرؤ يعني. ما طبعا ما هو ده احنا عاوزين نبحث مستقبل. يعني هذا يعني القضاء هو الضمانه، هو المؤسسه. اذا يعني امه بلا عدل هي امه ليس لها كرامه، امه بلا قضاء امه ليس لها اي كرامه. فبالتالي علينا ان نبحث مستقبل، وعلى القوى السياسيه بالفعل أن تبحث يعني وضع السلطة القضائية بالفعل لإعادة، لا أقول لإعادتها كما كان، برغم هي ما زالت يعني نعم كما ده في وضع النظام السابق اللي كان أكثر دموية، لكن لم تكن تهان السلطة القضائية بمثل هذا الأمر. المحكمة الدستورية يعني كذلك، مواد الدستور. هذه هي القضيتين الأساسيتين. ثم بعد ذلك نبحث بقى في مستقبل هل تبقى الحكومة. قد تكون قضية سنوية، ممكن أن تبقى إذا يعني أنا أودي حتى وإن كان مطلب من مطالب لا، ما هو مش كل المطالب إنها يعني يجب ده اللي كنت أقصده بنسيب حتة. بالظبط كده. يعني لكن في قضيتين أساسيتين، قضية الدستور وقضية السلطة القضائية، لا يجب بالفعل التنازل عنها، ويجب بالفعل أن يتم بحثهم بشكل جيد. دكتور، شايف التقارب اللي حاصل بين حزب النور وجبهة الإنقاذ؟ نعم. البعض يراه غريبا، يعني توجه إسلاميين مع جبهة الإنقاذ، على اختلافها طبعا. جبهة الإنقاذ متعددة التوجهات. نعم. حزب النور هو يعني هيئة أو تنظيم حديث العمل بالسياسة. هو بالفعل يستشعر نفس المخاطر اللي بيستشعرها القوى السياسية العادية. ليس له يعني رؤية أو تصور يعني يختلف عن التصورات، وإن كانت هذه التصورات. كانت ناس كتيرة خايفة من السلفيين وخايفة من التوجه الإسلامي، يعني إذا في لا، ما هو أنت بره السلطة بتقول اللي أنت عاوز تقوله وتزايد زي ما أنت عاوز تقول. ده البعض منهم بيقول أول ما هاجي هفكك او هسرح جنود الامن المركزي. طب شوف النهارده الامن المركزي بتدعمه وبتجيب له اسلحه وغازات وبتستورده، وزعلان قوي انه ما بيقومش بيضرب المتظاهرين بشكل جد. لا طبعا الانسان بره السلطه بيقول زي ما عايز، زي مثلا حماس كانت قبل السلطه والمشروع الصهيوني لكن اما وحذرناهم يا اخواننا بتوع حماس انتوا بترتكبوا جريمه انكم لان السلطه في ظل احتلال. ايضا كل الجماعات الدينيه بره السلطه خارج اطار السلطه بيبقى لها تصورات قد تكون مثاليه وقد تكون جيده جدا وطيبة، لكنها يعني ليست قابلة للتطبيق على الأقل في هذا الزمن أو على الأقل في هذا المكان. خلينا نسأل حضرتك بمفهوم المخالفة. نعم. من كلام سيادتك، إذا خدنا بقى الجانب الآخر جبهة الإنقاذ وإنها بقت في السلطة. نعم. أولا هي جبهة الإنقاذ نفسها متعددة المشارب يعني ده جدا يعني. نعم. بطريقة لافتة. هي وليدة أسابيع. هل هتقدر تكسب ثقة الشارع نفسه يا فندم؟ وإذا كانت قادرة ليه ما بتكسبش انتخابات؟ هقول لحضرتك حاجة. هو مشكلة طبعا، يعني جزء كبير من المشكلة هي مشكلة سقف الأمان والتطلعات الشعبية. والسقف عالي جدا، وسقف القدرات والإمكانيات محدود جدا.
سواء كنا نتحدث عن القدرات اللي هي موجوده في مفيش فلوس اصلا نعمل حاجه، القدرات يعني الاقتصاديه او الضغوط الخارجيه ايضا. لا تنسى انك لا تعمل الا في منظومه دوليه او في نسق دولي، لا تستطيع بغض النظر. لكن المشكله بقى ان مع هذا السقف المحدود وهذه المشاكل والتحديات، جميع القوى السياسيه جاءت لتبشر الشعب بالعسل واللبن والخبز والتمر وكل هذه الامور، وزايدت يعني ما قالتلوش يعني كل واحد عشان يمسك الرئاسه مالناش غير فومها وعدسها. عندي مشروع هعمل ايه، ومشروع وهحط لك حرياتك لاقصى حدود، ومشروع التعليم والصحه لدرجه طبعا هذا الكلام لا ينطبق على السيد محمد مرسي، ينطبق على الكل. كله زايد، كل المرشحين ابتدوا. طب ما قالش طيب حلول، طب هتجيب الكلام ده منين؟ هو طرح اهداف قد تكون هتعامل مع الكلام اللي قاله السيد مرسي والسيد صباح والسيد فلان وعلان وكده، ان ده اهداف يعني كان بالفعل يستهدف هذا. لكن حينما تحدد اهداف ما تقول لي الحل كيف ستصل الى هذه الاهداف 1 2 3 عشان الشعب نفسه يتجاوب ويربط على نفسه حزام، واقول انما ما بشركش باللبن وعشان اركب على الكرسي او استولى على الكرسي، والاخر بقى اجي اقول لك يعني اصل عندنا مشاكل وتحديات من ورثه من ارث النظام. ما انت عارف ان ارث ثقيل للنظام السابق. 6 شهور ما كانتش كافيه ان انا اعمل اي حاجه، يعني كمان في ظل وجود يعني زي جحا ده مشي جنب الحمار، لا ركب الحمار، لا ما عشان كده ما انا بقول انت لم تصارح، لم تكن واضحا وصريحا وصادقا مع الناس. الكل بما فيهم رئيس الدوله لم يكن صريحا وصادقا مع الناس حينما تحدث عن مشروعات هذه المشروعات 100 يوم وقبل ال 100 يوم مشروع النهضه. فالناس مشكله الناس انها صدقت. هي مشكله الشعب المصري الناس ازاي؟ انها مش عاوزه حد يصحيه. ان الشعب المصري مشكلته ان الشعب عايز يحلم، عاوز يحلمه، وما تيجي تصحيه من حلمه يتضايق منك. صحيح. تقول لا خلاص. ففي بعض الاحيان بتلجأ ايه انك لا ما تصحوش، سيبه نايم. طب الحل ان نكسب ثقه الناس التاني ازاي ونحولهم بدل ما يخرجوا للشوارع يشتغلوا؟ انا ما بكلمش على طيف معين، بكلم كل الاطياف. عندنا انتخابات حتى جايه. اول الخط هو خط سياسي. يعني واحد بقول لحضرتك اديني قدوه سلوكيه، اديني قدوه حسنه. يعني غلب مصالح. لو كنت مكان رئيس الجمهوريه اول حاجه يعني انكر ذاتك. لو كنت مكان رئيس الجمهوريه يعني حتى يعني سارتفع يعني فوق لا أقول مصالحي الشخصية ولا كل هذه الأمور، فوق آلامي وفوق مشاعر السلبية تجاه الآخرين، تجاه بعض الآخرين من القوى السياسية اللي بتجرح فيا، وهتخذ قرارات في صالح هذا الشعب ترضي القوى السياسية أو لا ترضي. أسحب البساط من تحت أقدامهم، أقطع خط الرجعة عليهم، وابتدي إن أنا أخذ قرارات. يعني أشوف إيه القرارات اللي هي أكثر بالفعل أكثر يعني إيلاما لهذا الشعب. أنا طبعا اللي يحزنني جدا إن رئيس الجمهورية بيقول إن صلاحيات رئيس الجمهورية تقلصت عن دستور 71، وهذا كلام غير حقيقي. صلاحيات رئيس الجمهورية كما هي بل زادت. صلاحيات رئيس الوزراء زادت. صلاحيات رئيس الوزراء ليس له أي صلاحيات في الدستور الجديد. فبالتالي يعني أنا يعني أول هذه الأمور أشكل لجنة لتعديل الدستور، وهذه قد تكون هي بداية وفاتحة طيبة. على ده. أبدأ أشرع فيها فورا. تمام. أشرع في هذا الأمر فورا. دي نصائحك لرئيس الجمهورية والحكومة. بالفعل هذه هي القضية الأساسية. ونصائح سيادتك للطرف الآخر بقى، كل المعارضة على اختلاف أطيافها. يعني هقول يعني يكفي، لن أقول لكم نصيحة، أقول لكم بيت شعر. يعني النزار حينما تحدث عن كيف تغزى الأمم وكيف يهيمن على مقدراتها، فبيقول يعني وده كان بيتكلم على قصيدة اسمها هوامش على دفتر النكسة، كان بيتحدث عن 67. بيقول لعمرك ما دخل الأعداء من حدودنا ولكنهم تسربوا كالنمل من عيوبنا. بالفعل علينا ألا نهدي عيوبنا إلى أعدائنا. أي أمة سهل جدا أن أنت تسيطر عليها وتهيمن على قرارها من خلال ان انت تفتتها من الداخل، تجعلها تهزم نفسها. بالفعل ما يحدث الان اننا نهزم انفسنا بشكل سواء كنا نعي او لا نعي. ان كنا نعي فتلك مشكلة، وان كنا لا نعي فتلك مشكلة اخرى. يعني بهذه الكلمات الرائعة بنختم حلقتنا النهاردة، وبتوجه بجزيل الشكر للأستاذ الدكتور جمال سلامة، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة السويس والمحلل السياسي المعروف. بشكر سيادتك شكرا جزيلا، كتر خيرك. ويا رب تكون النصيحة اللي احنا حاولنا نطلع بيها من ال3 فقرات النهاردة تكون وصلت لأولي الأمر
من جميع الاطياف والاشكال والالوان، حكاما ومحكومين. كان هدفنا النهارده وكان العنوان الرئيسي ازاي نطلع من الازمه اللي احنا فيها، ازاي ننسى او ونتناسى اشخاصنا واحزابنا وميولنا وايديولوجياتنا وكل اللي انتوا عايزين تقولوه، ونفتكر مصر. نفتكر هنودي وشنا فين من الناس. المواطن الضعيف الغلبان الفقير اللي مش لاقي ياكل، هنروح نقول له ايه اذا فشلنا اكتر من كده، واذا حصل عنف اكتر من كده، واذا ماتت ناس اكتر من كده، واذا جاعت ناس اكتر من كده. هنقول ايه للناس؟ الناس كفرت بالسياسه. روح ويا رب على اخر اليوم مع اساتذتنا والاستاذ سيد علي وجميع يعني مذيعي قناه المحور واعلاميها، نكون بنسمع اخبار اكثر تفاؤلا، اخبار سعيده تفرحنا وتفرح كل الناس يا رب. دايما نشوفكم على ما يرضي الله ويرضي مصر والمصريين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا.